أنا اسمي عيسى. جالي نقل للوحدة دي من كام أسبوع، بس عمري ما هنسى أول ليلة. المعسكر ده كان شكله مختلف عن أي مكان دخلته قبل كده. السور عالي بس الطوب متآكل، والأسلاك الشائكة باينة كأنها مصدية من سنين ما شافتش ترميم. البوابة الحديد الكبيرة كانت بتصدر صرير عالي كل مرة تتفتح، وكأنها بتصرخ إنها مش عايزة حد يدخل. وأول ما دخلت ريحة تراب قديم ورطوبة ضربت في وشي. العنابر كانت شبه المقابر، سراير حديد قديمة مرمية جنب بعضها وفيها خدوش كأن في حد كان بيدق عليها بضوافر أو مسمار. الكهرباء ضعيفة، اللمبة كانت بتنور ثواني وتطفي، وساعات تفضل ترعش لحد ما دماغك تدوخ. في حاجة في الجو مش طبيعية، حاجة تخليك حاسس إنك مش لوحدك حتى لو مفيش حد حواليك. حرفيا الجو كان مخيف وتحس إن قلبك مقبوض. ليلة دي ما نمتش، كنت سامع أنفاس زمايلي بصوت مسموع وسكون تام، بس اللي صحاني كان صوت خطوات تقيلة ماشية ناحية العنبر، خطوات كأنها مش لواحد، كأنها الطابور كامل بيتحرك في انتظام تام، بيتحرك ببطء. الباب اتفتح بصوت معدن بتزييق مرعب، ولقيته واقف جندي ببدلة قديمة ألوانها باهتة، كمامها مقطوع، وعلى الكتف آثار دم مجمد. وش مش باين، ملامحه باهتة، بس عينه كانت سودة غريقة كأنها بئر مفيش آخره. وبدأ يتكلم بصوت مخيف مش بشري. انت الجديد، اسمك ايه؟ قلبي كان بيدق كأنه هيخرج من صدري، ولساني اتعاد، لكن جمعت نفسي وقلت عيسى. الاسم ده اتسجل قبل كده. انا العسكري حمدي، دخلت هنا قبل 40 سنة ولسه ما خرجتش. إضاءة العنبر بدأت تترعش، وباقي الجنود نايمين كأنهم مش حاسين. بسم الله، انت شبح ولا انا بهلوس ولا ايه بالظبط؟ الشبح بيظهر ويختفي، انما انا هنا للخدمة. الموت في المعسكر ده مش خروج،